مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويار عربي. مكملين معكم بفقرات عطر الصباح. وصلنا عند الفقرة القانونية الأسبوعية مثل كل أحد يلي منناقش فيها ونتطرق فيها لأهم المشاكل يلي بتهم الجالية السورية والكردية خاصة والسورية عامة في الاغتراب. وطبعا دائما ضيفتنا هي الأستاذة المحامية غادة أحمد من ألمانيا، ويلي رح تجاوب على أسئلتنا وأسئلتكم بخصوص موضوع حلقتنا اليوم، وهو الانفصال، الطلاق. بداية يسعد صباحك أستاذة غادة. صباح النور على ستيم، صباح الخير لكل المستمعين. خلينا نبدأ الحديث عن أسباب حالات الانفصال، الطلاق في ألمانيا ودول المهجر. نعم عزيزتي، الطلاق هو أبغض الحلال عند الله. نعم. للأسف عزيزتي، يعني من وقت لآخر بتجدد دائما النقاش حول الطلاق وزيادة حالات الطلاق بين اللاجئين بشكل عام واللاجئين السوريين بشكل خاص. نعم. آه، إذا إذا بدنا نسأل أنفسنا، يعني شو اللي بيخلي الزوجين بعد ما وصلوا لبر الأمان مهم. وبعد ما عانوا من رحلة لجوء طويلة يفكروا بالطلاق؟ نعم. طبعا نحن الكثير بيقولوا انه بينصدموا بالمجتمع الجديد اللي هو المجتمع الاوروبي، مهم. او بينصدموا بعادات جديده، ثقافه جديده، حضاره جديده، لغه جديده، حتى مناخ جديد. مهم. طبعا نحن ما بنقدر نلوم المجتمع الجديد انه هو سبب من اسباب اللي او بيوفر المناخ الملائم للطلاق، بس مش هو السبب الاساسي. نعم. لانه دائما بيكون في شيء اسمه تراكمات ومشاكل اجتماعيه واقتصاديه بتعاني منها الزوجه بالاخص في بلدها مهم. السابق. مهم. كمان ما ننسى نحن هون في بلد اللجوء، بلد القانون، بلد الحريات، ويعني بلد الحقوق، يعني وبلد القانون اللي بيحمي لك كل هالحقوق مهم. والحريات. نعم. وما فينا كمان نقول انه اسباب الطلاق سبب واحد اثنين ثلاثه، لا، بس ممكن نقول لك انه في اسباب مشتركه، او اسباب كانت بتشترك فيها حالات الطلاق اللي شهدناها. مثلا نعم. عندك السبب الاقتصادي. مهم. الزوج المتحكم اقتصاديا مهم. دائما بتلاقيه متحكم بكل شيء، متحكم بحياته مع زوجته، متحكم ببيته. فالزوجه اللي ما لا قادره انه تكون مستقله اقتصاديا رح تعاني من هذا الشيء، رح تخضع للرجل. فما هو معروف انه الدول احيانا بتكون خاضعه لدول قويه اقتصاديا، فما بالك انه المراه، يعني المخلوق الاضعف او الحلقه الاضعف يعني في الحياه تعتبر. يعني أها. بتيجي لالمانيا بتلاقي انه في عندها دعم مادي، دعم معنوي، دعم مهم. اجتماعي، دعم اقتصادي. تستقل. فبتلاقي انه طبعا هي مهم. قادره انه تكمل حياتها. انه هي لما كانت بالبلد مثلا وما عندها استقلال اقتصادي، لما بتفكر بخطوه الطلاق رح تقول انه رح ارجع لبيت اهلي ومعي اعباء اضافيه، معي مثلا انا واولادي، فتحمل اهلي اعباء زياديه، فلا خليني قاعده ببيتي واتحمل كل شيء. مهم. بس هون هي ما لها مضطره تتحمل الشيء اللي كانت بتتحمله ببلدها السابق. نعم. العامل الاجتماعي مثلا احيانا كثير هون بعد ما الزوجه بتوصل لالمانيا، خصوصا اذا كانت دارسه او ومعها شهاده جامعيه مثلا، بعد ما تخلص كورسات اللغه بامكانها تبلش شغل، بامكانها تندمج بالمجتمع الالماني، بيكون عندها صحيح. طموح بدها تحققه، مهم. عندها ذات بدها تحقق ذاتها، بدها تحقق ذاتها لنفسها وللمجتمع. نعم. في طبعا انا عم بحكي بشكل استثناء، يعني ما بدي اعمم كلامي مشان المستمعين ما يفهموني غلط. دائما بقول بعض الازواج، مش كل الازواج يعني. صحيح. بعض الازواج ما بيتقبلوا طموح المراه، ودائما بتلاقيهم بيوضعوا المشاكل والعراقيل لحتى الزوجه ما تتطور، ما مهم. تبلش حياتها جديده، او ما تبلش او ما تطور نفسها. مع انه ونجاح الزوجه هي نجاح الزوج، ونجاح الزوج هو نجاح الزوجه، أبناء ونجاح أيضا الاطفال كمان. هو نجاح الطرفين. صحيح. ف... وما ننسى كمان تاثير السلبي للحرب اللي اثر سواء بالزوجه او الزوج. هذا كله بيولد ضغوطات. وكمان في شيء ثاني هو الخيانه الزوجيه. يعني المراه اللي كانت تتحمل بالبلد الخيانه الزوجيه، صدقيني هون ما لها مضطر تتحمل الخيانه الزوجيه. تقارير. انا حكيت يمكن اهم الاسباب أها. اللي بتؤدي للطلاق، بس في اسباب كثيره قلت لك، يعني كل عائله اسبابها بتختلف عن عائله صحيح. اخرى يعني. صحيح. تقارير تتحدث عن زيادة كبيرة في حالات الانفصال، الطلاق بين الجالية الكردية خاصة والسورية عامة. هل هناك نسبة معينة باعتبارك حقوقية وتعملين في هذا المجال؟ ما اظن ما نقدر نعتمد على هاي التقارير اللي مهم. بتجينا يعني. اولا يمكن انت اذا لاحظنا انه مساله طلاق السوريين صارت يعني منتشره بوسائل التواصل الاجتماعي، سواء مهم. الاذاعات الالمانيه أو المنصات الالكترونيه، يعني صاروا يعالجوا هذا الموضوع بصوره كبيره. يعني يمكن لانه ازمه السوريين وكل ما يخص السوريين دائما بيكون تحت المجهر او تحت الضوء. مهم. اخر احصائيه صارت يمكن بال 2018، اللي هي 19,000 حاله طلاق.
طب هي بالمقارنة مع اللاجئين اللي دخلوا الأراضي الألمانية وقتها يمكن دخلوا تقريبا 800 ألف لاجئ. نعم. وفي إحصائية تانية ادعت إنه مثلا 25 ألف أو 25% نسبة الطلاق، أها. و25% النسبة اللي بتفكر بالطلاق. يعني هاي نسبة مخيفة، بعتقد نسبة مخيفة إلي شخصيا، يعني إنه هل يا ترى معقول؟ فدائما أقول إنه هذا الموضوع تم تضخيمه. يعني أنا ما بنكر إنه في طلاق، يعني هاي اهم. حالة موجودة ما فينا ننكرها، بس مش يعني مش بهالصورة اللي بيحاولوا يطلعوها للإعلام يعني. صحيح. هل كل المغتربون يستطيعون تنفيذ الطلاق في المحاكم الألمانية؟ أقصد من ناحية الإقامة أو الجنسية أو الواصل مثلا جديدا. أكيد يعني أكيد ما هذا الشخص اللي وصل للأراضي الألمانية وحاصل على الإقامة الألمانية، سواء كانت إقامة لجوء 3 سنوات أو إقامة لم الشمل، من حقه انه يثبت طلاقه او ياخذ وثيقه الزواج. يعني هذا شخص اللي كان في يوم من الايام ذهب للدوائر الحكوميه مشان يثبت عقد الزواج وياخذ وثيقه الزواج، من حقه كمان انه يتوجه لنفس الدوائر للاسف وياخذ وثيقه الطلاق ويثبت طلاقه. يعني انت موجود بمجتمع الماني، من حقك تثبت حالتك الاجتماعيه في هذا المجتمع يعني. أها. حسنا، بحسب القانون الألماني كيف تتم إجراءات الانفصال الطلاق؟ تمام عزيزتي، هون بدنا نميز بشغلتين. هلا في الزوجين اذا كانوا بيتلقوا المساعدات الاجتماعيه، يعني هن عاطلين عن العمل بس بياخذوا مساعدات انسانيه من الحكومه، أها. هون اول خطوه بيعملوها لازم في شيء اسمه فصل مالي او فصل ذمه الماليه. يعني الدوله الحكومه لما بتعطي مرتب لهدول الشخصين بتعطيهم كانه هن ذمه ماليه. فهون الزوجه او الزوج بيتجهوا للجوب سنتر، احنا بنسميه جوب سنتر، عشان ياخذوا ورقه الفصل بالذمه الماليه. نعم. طبعا من حقهم انه يبقوا بنفس البيت لمده عام واحد بس طبعا بشرط انه يحصل فصل بالطعام والنوم، يعني في الطعام والفراش. أها. ليش؟ لانه في اغلب الحالات الدائره الاجتماعيه بتقوم بزيارات كشفيه، يعني حتى يتاكدوا هدول الشخصين منفصلين بالذمه الماليه ومنفصلين بالطعام وفي الفراش لمده سنه واحده بس. مهم. طبعا قلت لك انه بامكانهم بيضلوا بنفس البيت، بس في حاله انه ممكن مثلا انه الزوجه تعرضت للتعنيف من قبل الرجل، مهم. هون ممكن هون الشرطه بتتدخل وبيقوم بابعاد الرجل عن المنزل، مهم. او مثلا تاخذ المراه لمكان لدائره اجتماعيه ثانيه احنا بنسميها الفراو هاوس، يعني بيت او ملجا المراه يعني. أها. المراه بتتم فيها لبين ما تخلص قضيه الطلاق او يبت بقضيه الطلاق فيها. طبعا هذا المركز هو بيحوي السيدات والنساء لظروف متشابهه تعرضوا للعنف او تعرضوا للتهديد. نعم. هذا في حال اذا قلنا انه اذا كانوا موجودين بنفس البيت وياخذوا مساعدات اجتماعيه. مهم. في حال اذا الزوجان ما بيحصلوا على المساعدات الاجتماعيه، يعني احد الزوجين عم يشتغل سواء الزوجه او الزوج، هون كمان بيعطون مهله سنه. طبعا قبل ما يبدوا باي اجراء قانوني في المحكمه الزوج والزوجه بيعطون مهله سنه. هاي السنه لحتى يعيدوا حساباتهم، ممكن مثلا يرجعوا لبعض، ممكن يتلافوا المشاكل، او هاي السنه يعني المحكمه ما بتبلش باي اجراء لحتى يمر مهله السنه. مهم. بالنسبه للاشخاص اللي ما بياخذوا مساعدات اجتماعيه، قلت لك انه هاي مدد السنه امتى بتنحسب لهم؟ لانه هون شرط انه احد الزوجين يخرج من المنزل. أها. طبعا اللي هو الزوج لازم يخرج من المنزل، ومدد السنه بتبلش من تاريخ تسجيل البيت. يعني بما انه سكن بيت جديد، فتاريخ تسجيل هذا السكن يعتبر انه بداية مهله السنه. السنة. مهم. ايوه بدايه طبعا. ومثل ما قلت لك انه في استثناء، يعني في حالات انه اذا القانون ممكن يقلص هاي مده السنه أها. اذا المراه تعرضت للتعنيف الجنسي. وطبعا نعم. المحامي يعني الزوجين ما بيقدروا يقدموا هذا الطلب الا عن طريق محامي. أها. آه، بشرح لك بس انه كمان في عندك احيانا في شيء اسمه الطلاق الاتفاقي بين الزوجين. مهم. هي لها خطوات وإلها اوراق. مثلا احد الزوجين بيقدم طلب الطلاق لدى محامي طبعا، وبعدين في نموذج او استماره لازم يعبيها شخصيا او عبر الانترنت. نعم. بيتم تسليم هاي المستندات الاساسيه والضروريه، وهاي المستندات اللي هي عقد الزواج، مثلا ورقه فصل الذمه الماليه للزوجين، ورقه تسويه المعاش التقاعدي، لانه هون المعاش التقاعدي من حق الزوجين بعد الطلاق. نعم. وكمان ممكن يقدم اذا في شهادات ميلاد للاولاد مثلا ممكن يقدمون. مهم. هدول الاوراق بيقدمون للمحكمه طبعا عن طريق المحامي. بعدين المحكمه بترسل نسخه من امر الطلاق الاولي الى احد الزوجين، واذا الطرفين وافقوا على اجراءات المحكمه بيتم تحديد الاجتماع او تحديد الجلسه اللي بتطول 10 دقائق، مهم. وبيتم الفسخ عقد الزواج. واكيد يعني هذا عقد الزواج لازم يتخذ للبلديه لحتى يتم
تثبيته، اهم، وبيحصل لكل زوج على نسخة له. اهم. طيب أستاذة غادة، من يتكفّل بمصاريف الإجراءات القانونية لحالة الانفصال، الطلاق، الزوج أم الزوجة؟ لا، هون كمان برجع بقول لك، يعني إذا كانوا الزوجين عاطلين عن العمل أو بيحصلوا على المساعدات الاجتماعية، الدولة هي اللي بتتكفل بمصاريف المحامي. بس في حال إذا أحد الزوجين عم يشتغل، هو اللي بيتكفل بهذا المصاريف. وفي حال إذا كانوا الزوجين هن اللي عم يشتغلوا، فبيعملوا حسبة صغيرة، يعني إنه مرتب آخر 3 شهور للزوجين هو اللي بيتم دفع أتعاب المحامي فيهم. اهم. سنتوقف قليلًا أستاذة غادة لنكمل موضوع حلقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مجددا أسعد الله صباحكم مستمعي إذاعة بوير اف ام عبر الموجة 103.5، وكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك بوير عربي. موضوع حلقتنا لليوم هو موضوع الانفصال والطلاق مع الأستاذة المحامية عبر الهاتف من ألمانيا، الأستاذة غادة أحمد. يسعد صباحك مجددا أستاذة غادة. خلينا صباح قبل النور. شوي قبل الفاصل كنا عم نتحدث عن مصاريف الإجراءات القانونية، هل هي على عاتق الزوج أم الزوجة؟ لنتكلم عن نوعية المحكمة المختصة بهذه الإجراءات. لا، بالنسبة للمتزوجين اللي ما عندهم أطفال، بتكون المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الطلاق تكون هي المحكمة الموجودة في المدينة اللي فيها سكن مشترك للزوجان. هذا مهم. في حال إنه إذا ما في أولاد، وإذا كانوا يعيشان في نفس السكن. نعم. أما إذا كان يعيشان في مدن مختلفة، فالمحكمة ذات صاحبة الاختصاص يعني بتكون تابعة لسكن المدعي عليه. مهم. أما إذا كان في أولاد، فالمحكمة المختصة لازم تكون موجودة في المكان اللي يقيم فيه الأطفال. مهم. طيب على ماذا يعتمد القاضي في هذه الحالات؟ يعتمد على مكان وجود المدعي تواجد. عليه، أو على مكان وجود الأطفال. بس هون بدي مم. أنوه لشغلة بس، تفضلي. إنه في حالات القاضي بيقرر الطلاق، يعني إنه بعد ما تقدم طلب الطلاق للقاضي يؤخذ بعين الاعتبار حالات فسخ الزواج بالطلاق. في عنا حالتين. إنه أول شيء الزوجان يجب أن يكونا قد عاشا منفصلين لمدة عام. قلنا لك إنه هي مدة العام هي مدة الفاصلة بيناتهم، لأنه المحكمة ما بتفت بأي قرار حتى ينقضي مدة العام، نعم. ويكون أحد الزوجين قدم طلب للطلاق وافق عليه الطرف الآخر. اثنين، أن يكون الزوجين عايشين منفصلين لمدة 3 سنوات، وفي حالة يمكن للزوج الواحد فقط في هاي الحالة أن يقدم طلب الطلاق. أها. طيب أهم الإشكاليات التي صادفتكم في عملكم أو التي سمعتم عنها في مجال اختصاصاتكم، الإشكاليات من قبل المحكمة أو الزوجين. هلا يمكن الإجراءات آه، الإجراءات بتكون خالية من أي إشكال، طالما المدعي والمدعي عليه موجودين في ألمانيا، سواء كان الطلاق برضا الطرفين أو بغير رضاهم. لأنه نعم. الإشكال وين بيظهر؟ بيكون إذا كان أحد الطرفين خارج ألمانيا، لأنه عندنا مشكلة التبليغ اللي هي أكبر الإشكاليات في سير المحاكمة. لأنه لا ما بنقدر نستمر بالدعوة إذا ما تم تبليغ المدعي عليه. مهم. فمعناته المشكلة الأساسية لما بيكون في أحد الأطراف موجود خارج ألمانيا. هون مثلا أحيانا ممكن ننصح الزوجة، مثلا إذا بدها تقيم دعوة طلاق على زوجها وهذا زوجها مقيم خارج ألمانيا وما عنده عنوان ثابت، لأنه نعم. في كثير مرات المحكمة بترفع أو بترفض الدعوة بسبب عدم وجود أو عدم تبليغ المدعي عليه. فهون مثلا من الأفضل إنه الزوجة بتتقدم بدعوى تفريق في سوريا، أها. ومحاولة توكيل محامي عن طريق السفارة السورية في برلين. نعم. وهذا المحامي بيقوم بتبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف الرسمية. وهي مهم. الدعوة ما بتستمر يعني 6 شهور. طبعا تنفيذ قرار الطلاق في السجل المدني مهم. ليتسنى للزوجة الحصول على بيان قيد فردي، مشان لما بتاخذ هذا القرار بتجي بتثبته هون بألمانيا وهي نعم. حصلت على قرار الطلاق أو التفريق. مهم.
معناها المشكلة هون وين؟ المشكلة لما بيكون أحد الزوجين خارج ألمانيا، هاي أهم إشكالية بتواجهنا. مهم. كيف تتم عملية استلام الراتب من الحكومة الألمانية، هذا في حال وجود الأطفال؟ بالنسبة للراتب الزوجي أو نفقة الأولاد، يعني إذا كانوا مثلا عم ياخذوا المعونة الاجتماعية، فهي رح تم تاخذ المعونة الاجتماعية حتى بعد ما يتم قرار التفريق يعني. نعم. أو إذا الزوج عم يشتغل، الزوج ملزم بالنفقة على ال- الزوجة المطلقة أو تطليقته، إلى أن الحكومة مثلا تتبنى هذه الزوجة يعني. مهم. فالزوج ملزم بالنفقة عليها في حال إذا كان يعمل. أما إذا ما كان بيشتغل بياخذ معونة اجتماعية، فالزوجة بتضل تاخذ معونة اجتماعية بس بشكل مستقل عن الزوج. أها. طيب، في أحد المتابعين عم يسأل عن الأولاد، وهذا سؤالنا أيضا: لمن تذهب حضانة الأطفال بحسب القانون الألماني؟ القانون الألماني بتأتي بالمرتبة الأولى رفاهية الطفل، نعم. والمحكمة هي المختصة، يعني هي اللي إلى الصلاحية بتنظر في المكان الأنسب والشخص الأنسب والأفضل للطفل، مهم. بموجبه يتقرر يعني أحقية أي طرف بالحضانة يعني. وبالتالي أي قرار بيكون صادر بسوريا يتضمن إسقاط الحضانة أو تثبيتها غير معترف به في ألمانيا لا يمكن تنفيذه. مهم. يعني خلاف القانون السوري، حتى لو الحاضنة يعني بقت أكثر من 8 ساعات خارج المنزل، هي ما بتسقط الحضانة عنها طالما هي قادرة أنه تثبت أنه هي قادرة أن تهتم بالطفل بعد العودة من المنزل. مهم. الحضانة ما بتسقط عنها. ممكن حالات اسقاط الحضانه بتكون لما بيكون في مثلا الزوجه او الزوج او الام او الاب بيشربوا مخدرات مثلا، او في حكم احكام السجن يعني خاص بالحاضنه. مهم. آه، طبعا هون ممكن ناخذ كمان يؤخذ بعين الاعتبار راي الطفل طبعا في اختيار الحاضن، طبعا الا اذا كان رايه مخالف لمصلحته. معناته هون بدنا نقول انه المحكمه هي اللي بتقرر المكان والشخص المناسب او الاصلح للطفل. بس هون بدي اوضح شغله يا عزيزتي، انه عندنا شيء اسمه حق الاراءه، يعني هي قيام الفرد الحاضن حق بتمكين الطرف الاخر. عطل. الاراءه، أها. الاراءه بتمكين الطرف الاخر من رؤيه اطفاله. أها. يعني هو اذا الطفل كان بحضانه الام، من حق الاب الاراءه، انه إنه تشوف يرى. طفله. مهم. رؤية. يرى، حق مم. الاراءه اسمه طبعا. طبعا هاي حق الاراءه المده هي بحدد القضاء، يعني ممكن تتجاوز من ساعتين الى يومين في الاسبوع. مهم. ولا بد من انه يقدم طلب لدائره الاسره اللي هي اليوجند امت، انه بيقدم طلب لهي الدائره انه من حقه انه يشوف الطفل. طبعا بيتم التفاوض بين الزوجين. نعم. بحال اذا ما اتفقوا وكان في خلاف، هون بيتم اللجوء الى القضاء. بس كمان بالفتره الاخيره صارت شغله انه هلا بعض السوريين بعد ما بيحصلوا على حق الإراءة وباحتضان أطفالهم، يعني بيقوموا باختطافهم وإعادتهم إلى سوريا وتركيا، وشهدنا أكثر من حالة يعني. أها. هون المحكمة، طبعا المحكمة بتقوم بناء على طلب الزوجة، يعني الزوجة مثلا عندها خوف انه ممكن مثلا الزوج يخطف الطفل مثلا في هاي الفترة اللي بياخذها لعنده، هي من ساعتين ليومين في الاسبوع. إيه. تقدم طلب للقاضي نعم. انه تاخذ على تمنع سفر الطفل مع والده خارج الاتحاد الاوروبي. وهون بيمنح الاب بس حق الإراءة لمدة ساعتين فقط في مركز رعاية الأسرة تحت إشراف الموظفين أها. المسؤول عن تقرير الحضانة. نعم. وحتى هون في حال إذا الأب كان عنده اعتراض، هون قادر إنه يلجأ للقضاء. مهم. طيب، نفقة الأطفال أستاذة غادة على النفقة من؟ تترتب على البدء. مهم. نفقة الطفل يعني بتبدأ من، يعني بيحق له النفقة من وقت ما بدأ بالتفريق بين الزوجين في ألمانيا. هون الزوج بيلزم بدفع نفقة شهرية للأولاد، نعم. بس إلا إذا كان عم ياخذ معونة اجتماعية أو دخله لا يتجاوز 1080 يورو. هون كمان عندنا في دائرة اسمها دائرة رعاية الأسرة، هي اللي بتدفع النفقة للطفل. نعم. طبعا هي بتسجل هاي النفقة كدين في ذمة الزوج، إنه الزوج بعد ما بلش شغل هاي الدائرة من حقها إنه تاخذ تسترجع. النفقة. طبعا تسترجع، وابدا مو ضروري صدور قرار الطلاق حتى يتم النفقه. النفقه بيحق له الطفل بمجرد ما بدا باجراءات الطلاق. نعم. وكمان اذا كانت الزوجه قد حصلت على قرار النفقه في سوريا واخذت مبالغ بشكل منتظم، هون دائره مركز الاسره من حقها ان تقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ المقرر للزوجه كنفقه للاطفال. في حال اذا كانت الزوجه هي اللي بتعمل مثلا، هون هي كمان ملزمه بما يلزم به الزوج نعم. في حال اذا كان الطفل في حضانه الاب والاب كان عاطل عن العمل. مهم.
هل باستطاعة الزوجين الزواج بعد الانفصال؟ طبعا باستطاعتهم الزواج والبداية من أول وجديد، يعني بس الشرط الأساسي أن يكون معهم آه، قرار الانفصال أو قرار الطلاق يعني. اهم. طيب أخيرًا أستاذة غادة، ما هو مصير الإقامة الألمانية بعد الانفصال؟ هلا إذا كان أحد الزوجين قد حصل على حق الإقامة بسبب زواجه، يعني إذا كان جاي لم شمل فهو بحاصل على إقامة لم شمل عن طريق هذا، عن طريق الزوج أو الزوجة، والزواج استمر لأكثر من 3 سنوات. هون بيتجدد بعد الطلاق بيتجدد تصريح الإقامة لمدة عام بعد الطلاق. نعم. إذا كان الزوج قد استمر أكثر من 3 سنوات، إذا كان الزواج استمر أكثر من 3 سنوات. أما إذا كان الزواج استمر لمدة أقل من 3 سنوات، فهون ما للأسف يعني لن يتم تمديد تصريح الإقامة لديه، نعم. وغالبا ما يتم تقصير هذه المدة في حال الانفصال عن الطرف الذي كان لديه الإقامة بالأصل. يعني أنت زوجة جاي لم شمل، تمام، هي معها إقامة لم شمل، حصل الطلاق في أقل من 3 سنوات، فممكن ما يعني ما بيعطوها تمديد هذا التصريح. أها. وممكن المكتب الهجرة بيطلب منها مغادرة ألمانيا بعد الطلاق الرسمي. اهم. هي هون في الحالة بإمكانها أن تقيم دعوى قضائية ضد تقصير هذه المدة. اهم. بس في عندنا ظروف معينة يا عزيزتي بيتم تجديد تصريح الإقامة حتى لو تم الطلاق بعد قبل ما ينقضي 3 سنوات. هاي الحالات شو هن؟ اهم. مثلا إذا كان في أطفال، لأنه من الجيد دائما المشاركة في الحضانة يعني والتواصل مع الأطفال بانتظام. معناها إذا في أطفال ممكن في احتمالية أنه تجدد إقامته لمدة أكثر من سنة مثلا. نعم. إذا كان أحد الزوجين قد اتخذ قرار الطلاق لأن الشريك قام باستخدام العنف، يعني مثلا الزوجة جاية لم شمل وبدها تطلق قبل مرور 3 سنوات وهاي الزوجة تعرضت للعنف من قبل الزوج، فهون من حقها كمان انه يتم تمديد الإقامة لديها. هون اهم. أنا بنصح الزوجات ما بيعتمدوا على إقامة لم الشمل، بيحاولوا مثلا يلاقوا شغل، يتعلموا لغة، لأنه كمان في عنا شيء اسمه إقامة عمل، إقامة يعني أنت قادرة إنه تكملي، يعني ما تعتمدي الاعتماد الكلي على إقامة لم الشمل. اهم. إذن الأستاذة المحامية غادة أحمد كنتِ معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرًا جزيلًا لكِ على هذه المعلومات حول موضوع الانفصال والطلاق. مستمعينا ومتابعينا مكملين بفقرات عطر الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.